اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نعمة الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل الجبنة القريش بسهولة في البيت، وطبعا بنظافة ما حصلتش. يلا تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معايا هنجيب طاجن، وهنحطه يعني هنحطه في الفرن شوية كده بحيث انه يسخن وهو فاضي يعني. بعد كده هنجيب بقى معايا اللبن بتاعي. انا عندي 3 اكياس من اللبن، اللي هي يعني حوالي كل كيس بيبقى عبارة عن كيلو. هجيبهم وافضيهم. مش هغليه طبعا، هو بيتحط في الطاجن كده. الطاجن بيبقى دافي عشان خاطر بس ايه، يجبنوا بسرعة او يعملوا يروبهولي بسرعة، بحيث ان الجو بس اليومين دول برد. وهحطه واسيبه مثلا يومين، او في لو الجو حر شويه بيقعد لتاني يوم. اما عشان هو الجو برد هسيبه يومين، بعد كده احطه في التلاجة يعني. كده هو خلاص عدى اليومين، وبصوا بقى خلاص بقى قريب. وده الوش، ده القشطه بقى. هبدأ اشيلها من على الوش كده. ما شاء الله طالعه تحفه. ما شاء الله، الله اكبر. هشيلها، ولو عايزاها بقى تبقى زي ايه القشطه الجامده كده اللي احنا بنشتريها من بره، بضربها ضربه في الخلاط. بعد كده بقى هجيب الطاجن بتاعي اللي هو عمل لي الرايب ده، عشان اصفيه بقى من الميه اللي جواه. طبعا هو بيبقى جواه ميه كتير جدا. هجيب شاشه واجيب مصفى زي ما انتم شايفين، وابدا احطه على الشاشه. هينزل لي شرش، كميه جامده جدا من الشرش. الشرش ده يا ولاد ما ترموهوش يعني. الشرش ده حلو قوي قوي قوي. بنحطه كده. الشرش ده بتستخدميه، انا يعني بستخدمه مثلا في الجبنه الحادقه، بخفف المش بتاعها. استخدمه ممكن لو عملت قرص استخدمه في العجن. وكمان انا استخدمته، كنت بعمل مكرونه بشاميل، استخدمته في البشاميل. يعني حطيت، كملت اللبن بيه. صراحة طعمه تحفة، بصوا طعمه خطير، جربوه. المهم يعني ان هو ما بيترميش وبيستخدم في حاجات كتير جدا. كده هو خلاص صفى المية بتاعته خالص خالص خالص. طبعا انا ما عنديش حصيرة، انا مش يعني مش ببيعها. ففكرت كده وجبت بقى ايه كيس عريض عندي، وخرمته بيه خلة السنان زي ما انا وريكم كده. كده وبدأت احط عليه الجبنة بتاعتي، اللي هي متجبنة دي. وهبدأ ايه اعمله كده بقى مستطيل شبه الجبنة كده. آه، بكل سهولة يعني هيتعمل. وابدأ بقى الفه بيها. وطبعا التخريم ده ليه؟ عشان لو فيها اي مية زيادة هتنزلها، و يعني تمسك نفسها بقى. بس هبدأ بقى احطه كده، شكله كده زي ما انتم شايفين على شكل مستطيل. بصوا طعمها طالع تحفة والله العظيم، واحسن من احسن واحدة بتبيع. انا مشكلتي في الجبنة دي ان انا كنت دايما اروح السوق ادور، الاقيها بتتهرى مني، الاقيها طعمها مش حلو. فدي بقى بصوا طالعة ما شاء الله، وفي البيت ونضيفة جدا، وعمرك بقى ما هتقرفي منها ولا اي حاجة. بصي، هي كده بتنزل مية برضو يعني، عشان في خرام في الكيس. بس هحطها كده بقى واسيبها في التلاجة يوم. وبعد كده ايه هبدأ اجيبها. شوفي هي طلعت لي القشطة اهي، وطلعت لي الشرش بتاع اللبن. وادي الجبنة بتاعتي. طبعا تحفة جدا. وانا بقى هعملها ايه، انا دي اساسا هستخدمها اعملها جبنة حادقة. طبعا هقطعها، وبعد كده ايه هرش عليها ملح، عشان برضو لو فيها مية تانية بتنزلها، عشان استخدمها في الجبنة الحادقة. وانا طبعا عملت لكم قبل كده حلقة وريتكم فيها ازاي بنعمل الجبنة الحادقة. كده تعتبر خلصت. هبدأ اقطعها لكم بقى يعني شرايح. انا بحبها تخينة شوية، عشان تبقى ماسكة نفسها كده ومتبقاش صغيرة يعني. انتوا بقى قطعوها زي ما انتوا عايزين. كده هي خلاص الجبنة الحادقة بتاعتي. انا حاولت اعملها بالشوكة كده عشان تبان لي ان هي ايه يعني، كأنها معمولة بالحصيرة يعني. طالعة تحفة وما شاء الله.
جربوها. متنسوش تدعولي. كده الحاجات اللي طلعت لي منها القشطة والشرش اللبن والجبنة. متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، دعوة حلوة منكم، وتعملوا شير.